السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متابعين الحلوين، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني كتير من الفيديو اللي فات. عندنا اوردر حلو قوي، تابعوا معايا الفيديو الاخر. ما تنسونيش بلايك واشتراك للقناة، ويلا نصلي على رسولنا الكريم ونقول اللهم صلي وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. بصوا بقى، بداية كده هنعمل فكرة معاكم تخليكي ازاي تعملي مشروع من البيت بأسهل حاجة. ولو ما بتعرفيش تعملي اي حاجة في المطبخ ممكن تعمليها بطريقة سهلة جدا وتبيعيها وتكسبي منها. عايزة اقول لكم مشروع مربح جدا، بس تابعوا معايا الفيديو هقول لكم على التفاصيل وكل حاجة. بصوا بقى، نقول بسم الله الرحمن الرحيم وتعالوا نشوف انا عملت ايه في العجين. حطيت 6 عدد بيض، وحطيت نص كيلو من الدقيق الاسبونج، ومعلقة من الفانيليا، طبعا بيض يعني فانيليا، وحطيت كمان نص كوباية من المية. 3 مكونات بس. طبعا الفانيليا معروفة في اي بيت، مش هنعتبرها يعني ايه مكون يعني. تمام. حطيت بقى المكونات دي كلها في العجان وفضلت اضرب فيها كويس جدا. اهم حاجة في دي الاسبونج اللي انت تضربي فيه كويس لا يقل عن 10 دقايق لغاية لما القوام بتاعه يبقى شبه الكريمة او الكريم شانتيه. تمام. بعد بقى لما هنضربه هكون بقى مجهزه الصينيه بتاعتي ومغلفاها بالزبده او سمنه، وهبدا انزل بالخليط كده. شايفين بينزل عامل ازاي؟ تحس اللي هو ايه، كريمه كده نازل زي ما انتم شايفين. هدي الصينيه خبطتين واقوم مدخلاها الفرن على درجه حراره 180، وهي في الفرن بقى هنبدا نعمل ايه الكريمه بتاعتنا. حطيت 125 جرام من الكريم شانتيه، او كوبايه من الكريم شانتيه اللي هو البودر. تمام. وحطيت عليهم كوبايتين من الميه الساقعه، ولازم تبقى الميه ساقعه علشان يتخفق معاكي ويطلع معاكي تقيل ويمسك معاكي يعني. وبعدين حطيت نص كوبايه من السكر، او كوبايه الا ربع على حسب حبك للسكر. تمام. سكر بودر. ضربت بقى المكونات دي كلها مع بعض كده، وطبعا هتعمل لنا كميه حلوه جدا. هفضل اضرب كده لغايه لما زي ما انتم شايفين ترفعي العجان كده تلاقيه ايه، عامل المنقار ده. طبعا دخلت الكريم شانتيه التلاجة في الوقت دوت كانت الكيكة طلعت. اول لما طلعتها بقى قلبتها كده زي ما انتم شايفين، وبعدين بقى فضلت اقشر الوش كده. ودي خطوة مهمة جدا لاي كيكة سبونج. الوش دوت بيبقى كله محمل بزفارة البيض، وبتبقى حتة معجنة، وفي نفس الوقت هيبقى فاصل اللي الكيكة ما تتشربش معاكي كويس. تمام. وبعدين نقلتها في الصينية تاني، وقمت نازلة بقى جايبة 3 كوبايات من اللبن، واللبن لازم يبقى ساقع. وحطيت عليه 3 معالق من السكر، وبرده السكر على حسب الرغبة. وقلبته كويس كده، وهبدا اسقي الكيكه ديت زي ما انتم شايفين. طبعا كل ما تسقيها هي هتشرب، لان الدقيق الاسبونج بيشرب السوائل غير الكيكه العاديه. تمام. وبعد كده بقى هنزل بالكريمه بتاعتي. طبعا الكريمه بما اننا في حر طبعا ما كانتش لحقت جمدت، بس نزلت بيها وايه وهدخلها بعد كده كلها التلاجة زي ما انتم شايفين كده. عملنا طبقتين، طبقه الكيكه المسقيه باللبن وطبقه الكريم. دي بقى كده ده الاساس. انت بقى عايزه بقى تحطي اي طعم من فوق، دي حاجه ترجع لك. عايزه تكتفي بالكريمه والكيكه بس برضو طعمها تحفه. انا بقى هغطي الوش كله بمانجا وتوصي. عايزه اقول لك بقى بتدخل بقى التلاجة، وبعد كده بتطلعيها تقطعيها بقى قطع، سواء بتطلعيها بالقطعه، وفي نفس الوقت كمان بيبقى سعرها حلو. طبعا دي القشطوطه. بصوا انا بنسى اسم الوصفه اللي انا بعملها، بس احنا بنعمل القشطوطه. عايزه اقول لكم القطعه يعني نص كف الايد كده، بتتباع غاليه جدا في المحلات. بصوا بقى الصينيه دي بتطلع يعني طلعت معاكي اكتر من 9 قطع، والقطعة ما شاء الله كبيرة جدا. وعايزة اقولك بقى طبعا كمية المانجا اللي فوق يعني رهيبة. يعني كمية المانجا ممكن تبقى مش واضحة قوي، بس أنا حاطة كمية مانجا كتير جدا. وعايزه اقول لك كمان ممكن تعمليها بالكراميل، ممكن تعمليها الطبقه اللي فوق شوكولاته، اي طعم انت عايزاه حطيه. بس المانجا بقى لما بتدخل التلاجة طبعا واحنا في موسم المانجا، فبتطلع بقى كده عارفين بقى تطري على القلب، زي ابني كده ما قال لي الجمله دي. بتطلع كده في الحر اللي احنا فيه دي كده بايه، بتطري على القلب في الحر ده. فبجد جربوها، اتمنى ان شاء الله جربوها وهتعجبكم جدا انا واثقه. كده بقى خلاص خلصنا الكيكه. تعالوا بقى ندخل ايه، او خلصنا الحلو تعالوا ندخل على الحادق. جبت طاسه هنا وحطيت فيها نقول مثلا نص كوبايه من الزيت. ومش هتقولوا لي الزيت ياما ليه بقى، هقول لكم بقى. كبده لازم تبقى فيها كميه الزيت كتير، مش كتير قوي، بس المهم اللي هي ما تبقاش ناشفه. طبعا احنا بنشوف الناس في المحلات واحنا بنشتري كبده بتبقى الطاسه كلها زيت. طبعا بقى بغض النظر ان الزيت بيبقى اسود او انت بقى هتعمليها في بيتك بزيت نضيف، وفي نفس الوقت هتطلع تحفه. بس بقولك كميه الزيت تبقى حلوه عشان ما تنشفش معاكي.
الخطوة دي مهمة. وبعد كده نزلت بكيلو من الكبدة بعد لما الزيت غلق خالص، ما حطيتش اي حاجة، هي الكبدة والزيت. وهبدأ انزل بالتوابل، كبدة يعني ملح وفلفل اسود وكمون وكزبرة ورشة بسيطة من القرفة، بس كده. وهبدأ بقى الكلام ده اشوحه كده، او اخلي الكبدة مش هقلب فيها، هسيبها على نار عالية لغاية لما ايه، يعني لو نزلت مية او اي حاجة تشربها، او ايه تتكتك كده في الزيت. طبعا انت لو حطوها في الزيت سخن من البداية مش هتنزل مية، هتلاقيها نشفت كده معاكي في البداية. هبدأ بقى انزل عليها بقى بتوم، هاتي راس توم كده فريش، وانزلي بقى بايد التوم كده قطعيه شرايح علشان يديكي ريحة حلوة. وربع كيلو ليمون جنبك كده، او 3 أو 4 ليمونات، وعصري بقى ليمون عليها وهي في المرحلة دي. عايزة اقولك الكبدة لما بتعصري عليها ليمون وكمية ليمون حلوة بتوديها في حتة تانية خالص. هنبدأ بقى نقلب كده تقليب بسيط خالص، ما تقلبيش الكبدة ياما علشان كمان ما تزفرش معاكي. بعد بقى لما الاقيها خلاص دخلت في السوا خالص، وظبطتها بقى من كل التوابل والثوم، وبدأت توصل معاكي اللي هي التكتك كده، ولسه زي ما انتوا شايفين فيها الزيت عامل ازاي، هبدأ انزل عليها بقى ايه بالفلفل. وطبعا كبدة اسكندراني يعني فلفل حامي، هقطع كده قرن فلفل رومي عشان ايه اقول لهم اللي انا قطعت فلفل رومي برضه، بس الباقي بقى اتوصي بقى ايه في الفلفل الحامي، طبعا ده على حسب حبك ليه. ما تقول لهمش اللي انت حاطه فلفل حامي، هم هيحسوا بما ان اللي احنا في الحر. وعايزه اقول لكم الفلفل اصلا ناري. قطعي بقى كده شويه حلوين وتقليبه وخلاص، وما تخليش بقى الفلفل كده ايه يدبل فيها. كل ما كان الفلفل كده بيقرش كل ما الكبده تبقى معاكي تحفه. تعالوا بقى اوريكم بقى الكبده وسندوتشات العيش الفينو اللي احنا بنشتريها قد كده من بره. بصوا بقى لونها عامل ازاي، والكبده خطيره. يعني دي بقى تعمليها في الغدا وسندوتشات كده ومع الحر، عايزه اقولك حلوه جدا. بس ده كان الفيديو بتاعنا، وصفتين خفاف كده، اتمنى يعجبوكم. ولو وصلتوا معايا لغاية هنا ما تنسونيش بقى بلايك واشتراك للقناة، واتمنى كل وصفاتي تعجبكم. بصوا بقى سندوتشات الكبدة، وبرضو عملنا القشطوطة، واتمنى تجربوها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.